السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا كلكم في أسعد حال وأتم صحة، اللهم آمين. موضوعنا النهاردة: هل النرجسي بيعاني من ضعف الذاكرة، ولا هو بيمثل ضعف الذاكرة علشان يضعف ذاكرتك انتي؟ تمام. وإيه سبب قلة النوم عند النرجسي؟ تمام. زي ما اتعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. موضوع ضعف الذاكرة عند النرجسي ده اللي الضحية بتفتكره، أو الضحية بتفتكر إنه يا عيني ناسي، وبتصدق إنه ضعيف الذاكرة فعلا. ولكن النرجسي هو بيختبرك، هو دايما طول الوقت بيقولك على أحداث ومواقف، ويقولك فاكرة، وهو فاكر، هو عارف الدنيا ماشية إزاي يعني، خلاص. ولكن هو عايز يختبرك، يختبر ذاكرتك، يختبر قوتك العقلية في التذكر واسترجاع المعلومة، بيختبر درجة التدمير اللي انت وصلتي ليها. هل انت متأكدة من معلوماتك وفاكراها مظبوط وباليوم وبالساعة وكده، ولا انت انسقتي لكلام النرجسي وانك على طول بتنسي، والتشكيك والجاز لايتنج اللي دايما بيعملوا فيكي. فالموضوع بيبقى فيه جزء دايما اختبار للضحية في النقطة دي. هو دايما يحب يطمن التراك اللي هو ماشي فيه في تدمير الضحية، الدنيا مظبوطة معاها ولا مش مظبوطة، يعني انت فاهمة. هو بيحب يطمن دايما كده، خلاص. طيب، هل هو فعلا عنده ضعف ذاكرة؟ لا. هي الذاكرة ايه اصلا عند النرجسي؟ الذاكرة ايه اصلا عند واحد كذاب؟ يعني ايه ذاكرة عند واحد كذاب؟ النرجسي معروف انه شخص كذاب. عشان نقول ذاكرة يعني بنتكلم عن الحقيقة، ما يحدث بالفعل على ارض الواقع. لكن النرجسي ما عندوش الكلام ده. النرجسي الذاكرة والحقيقة بتمثل ايه للنرجسي؟ بتمثل للنرجسي ما يعتقده ويتوقعه هو لوحده في دماغه بس. هي دي الحقيقة، وهي دي الذاكرة عند النرجسي. لكن الذاكرة عند النرجسي مش انه ذاكرة ضعيفة او ذاكرة قوية، او لا 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 لا. هو بيستطيع ان يصوغ الاحداث بما يتناسب مع مصالحه الشخصية. تمام. فبالتالي دايما بيعمل الاحداث، سواء بقى هو بيتكلم في الماضي، بيتكلم في الحاضر، بيتكلم في المستقبل، هو دايما كلامه عن اي مواقف بيبقى مناسب وملائم لوجهة نظره الشخصية، لمعتقداته الشخصية، لما يخدم اهدافه من تدمير الضحية، وانه يسيطر على الضحية، وانه يبقى ليه هو الغلبة، ويبقى ليه هو المنتصر وهو القوي. ده معنى الذاكرة عند النرجسي، خلاص. لكن الذاكرة عند النرجسي مش مرتبطة بضعف أو بقوة، لأن هو في الأساس هو كذاب، على طول بيكذب، على طول بيتنفس كذب، ما بيقولش أي شيء من الواقع. لدرجة إن من كتر ما النرجسي بيكذب، خلاص، بتبقى حاجات حاصله قصادك انتي وحاصله معاكي انتي، والحدث او الموقف لسه حاصل حالا، وبيقول عكس اللي حصل في ثانيتها. يعني الموضوع مش محتاج اصلا انك تظني او تقولي لا اصل الحدث او الموقف فات عليه مثلا اسبوع او فات عليه سنة او سنين، فعشان كده هو مش فاكر. لا، ده بيشككك في نفسك، بيعملك بيخليكي مسخ منه، انك انت ما تبقي كل كلمة في دماغك انت مش عارفة هي صح ولا غلط، انت مش عارفة هي حقيقة ولا مش حقيقة، انت مش هو دي شغلته. امال يعني عايزين نعرف اكتر كمان ان التوتر النفسي والعاطفي وتعرض الإنسان لفترات طويلة من القلق والتوتر والخوف ده بيعجل بالزهايمر.
عشان نبقى فاهمين كلنا. فالحياة مع النرجسي موضوع، مش موضوع انك انت هتفكي تعلقك بيه وهتستقلي ماديا وتعيشي معاه كويس. طب ما انت بمرور الوقت على المدى البعيد انت ممكن تفقدي قدرتك فعلا على التذكر بسبب اقول لك ايه، تلبيس ابليس اللي بيعمله دايما فيك. تمام، التشكيك الفظيع اللي دايما بيعمله النرجسي في الضحيه في كل معلوماتها وفي كل حاجه. فالمشكله بيخلي الضحيه مش عارفه هي المعلومه، انت بينك وبين نفسك بتبقي مش عارفه اللي في دماغك ده صح ولا لا. هي دي المشكله. تمام. موضوع قله النوم عند النرجسي، ايه السبب قله النوم عند النرجسي ومع ذلك ما بيمرضش ونشيط جدا جدا جدا، ويعني ومع ذلك عدد ساعات النوم اللي النرجسي دايما او النرجسيين عامه بتنامها، يعني هي عدد ساعات نوم اقل بكتير جدا 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 من الطبيعي يعني. خلاص، يعني في ناس بتقولي يعني ما بينامش 3 ساعات في ال 24 ساعه او 4 ساعات في ال 24 ساعه ومع ذلك يعني ما بيجرالوش حاجه ولا دايخ ولا حاجه، يعني الدنيا بيس يعني. خلاص، السبب هو نقص افراز هرمون الدوبامين. نقص افراز هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين هو هرمون السعاده. خلاص، النرجسيين او معظم النرجسيين، غالبيه النرجسيين بيعاني من نقص هذا الهرمون، ودي ناحيه وراثيه. خلاص، بالاضافه ان النرجسي طبعا على طول من وهو صغير عايش في قلق وتوتر ورفض وعدم تقبل وكده، فبالتالي الهرمون ده ما بيتفرزش بشكل طبيعي عند النرجسي زي الناس الطبيعيين، زي ما بيتفرز عند الناس الطبيعيين. طيب، بناء عليه الهرمون ده كل ما الانسان كان سعيد وراضي ده بيحفز افراز هرمون تاني اللي هو الميلاتونين، اللي هو المسؤول بقى عن النوم. ده بقى الهرمون ده اللي هو المسؤول عن النوم. خلاص، فالهرمون ده ما بيفرزش الا في ساعات الليل او في اماكن اللي فيها قله اضاءه، يعني هو اللي بيساعد الانسان على الدخول في النوم. خلاص، فبالتالي احنا بنلاقي ان النرجسي بما انه عنده نقص في الدوبامين بيترتب عليه نقص في الميلاتونين، فبيبقى دايما ده بيبقى عنده حاله من النشاط الزايد او بنسميها هايبر اكتف، او انه يعني ما بيبقاش جسمه ميال قوي للنوم. خلاص. طيب، النرجسي بطبيعه الحال موضوع نقص الميلاتونين ده بيؤدي الى الاكتئاب. فكل شخص نرجسي هو عنده اكتئاب. يعني ايه؟ يعني الاكتئاب هي صفة اساسية في الشخصية النرجسية. خلاص، الشخصية كل نرجسي هو شخص مكتئب، وليس كل مكتئب نرجسي. خلاص، فسمة الاكتئاب هي سمة اساسية في الشخصية النرجسية. خلاص، وبالتالي النرجسي طول ما هو بيفكر كتير، بيخطط كتير في تعاملاته مع البشر، هينتقم من ده ازاي، ده بيضمر له الشر، ده بيحقد عليه، ده زعلان من نجاحه، ده مش عارف ايه. هو شايف ان الناس كلها ضده، شايف الناس كلها مش متقبلاه، شايف الناس كلها رافضاه. فبالتالي هو طول الوقت وطول الليل شاغل دماغه بالافكار دي، فبالتالي ده برضه بيساعد على قلة النوم. تمام. انا كده خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.